ده مصر مصر يعني هو ده اللي انا كنت مستنيه من واحد قائد منتخب زي محمد صلاح. محمد صلاح لسه منزل على منصة اكس النهارده بيقول: انا عارف انكم لسه زعلانين، بس وعد مني اني هعمل كل اللي في قدرتي عشان اضمن ان دي تكون بداية جديدة للكرة المصرية على الساحة الدولية. بص بقى الحتة دي: التأهل لكأس العالم مش هيكون كفاية، والمشاركات المشرفة برضه مش هتكون كفاية. الفريق ده يستاهل ثقتكم. يعني بص كده من الاخر بيدينا حماس كده: استنوا اللي جاي واتفرجوا على اللي جاي وبصوا على منتخب مصر في اللي جاي. اسمع واتفرج وشوف، عشان منتخب بلدك يستحق مليون في المية ان انت تشجعه بعد الاداء الكبير جدا اللي قدمه في المونديال ده. وبعد خروج منتخب المغرب امبارح، فانا احب اقول لك ان اكتر منتخب عربي مؤثر في المونديال ده هو منتخب مصر. ان اكتر منتخب عربي ظهر بشكل مخيف ومرعب ومؤثر جدا هو منتخب مصر. مع ان منتخب المغرب خارج من ربع النهائي واحنا خارجين من دور ال 16، بس منتخب مصر عمل ابداع. مع احترام المنتخب المغرب، منتخب المغرب في نسخة 22 كان بشكل تاني خالص. منتخب مصر ما كسبش البطولة بس كسب احترام العالم. اي منافس هيجي يلعب منتخب مصر بعد كده هيعمل له الف حساب بعد الاداء المشرف والشرس اللي كان في المونديال.